أنت دخلت سنة 1940 إلى المغرب. متى بدأت تشتغل مع جبهة التحرير الوطني في ثورة التحرير الوطنية؟ 53. سنة 1953. يعني كنت هناك في المغرب. كنت في المغرب، كنت نجمع بين حسنتين، حسنة الثورة وحسنة القراءة. جميل. جميل. نحن نبدأها بحسنة الثورة. بحسنة الثورة. حسنة الثورة سنة 1953 كنت في المغرب، من اتصل بك ومن اتصل بي واحد الشخص يسمى من البيض سيد الشيخ، يقولوا له محمد الوجدي. أين كان هذا الشخص؟ كان في المغرب؟ كان مكلفا بإجماع الأسلحة على المجاهدين المغاربة وشراءها إن أمكن، وهكذا كانت المجاهدين المغاربة. حتى المغرب كانت في استعمار فرنسي. المجاهدين كان الشبه كان مازال الملك محمد الخامس ما رجعش من مدغشقر. نقول بأنها كانت لا زالت في استعمار فرنسي. كانت لا زالت مستعمرة. يجمع هذه الأسلحة من عند المغاربة أو يأتي بها من خارج المغرب؟ لا، يأتي بها، يجمعها من عند المغاربة المناضلين الأوفياء المخلصين الذين كانت لهم علاقة وطيدة مع الجيش الجزائري المكون. كان مكون الجيش نتاعنا في الشرق. أنت كنت تقصد يعني مثلا هؤلاء المجاهدين الذين كانوا في المغرب، كنت تقصد الموجودين على حدود الجزائر؟ المغاربة اللي كانوا يساعدوننا هم الموجودين على الحدود. كانت العلاقة ما بين المغرب والجزائر في ذلك الوقت في 1953 كانت مهمة جدا بكل صراحة. كانت مهمة جدا، وكانت العلاقات متينة، وكانت العلاقات غاية. من كانوا مكلفين من طرف ثورة التحرير بأن يجمعوا السلاح، كيف كان يراهم المغاربة؟ كانوا يراهم بأنهم إخوان تاعهم ومحقورين من طرف فرنسا. العلاقات التي كانت تربط المغرب بدول أخرى والتي كانت تقدم السلاح مثلا، هل كانت المغرب تطلب من هذه الدول التي تدعم ثورة التحرير الجزائرية بأن تأتي بالسلاح إلى المغرب ومن ثم يدخل من المغرب الجزائر؟ لا أبدا أبدا. كان المغاربة كانوا منطويين على السلاح نتاعهم يجيبوه، وحنا كنا علاقتنا بالمغاربة كنا إما نشريو السلاح عليهم إن إمكان، وإما يتصدق به علينا.